حصاد الأسبوع الثاني من الدوري المصري. أولى اللقاءات بين البنك الأهلي وبيراميدز. يتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز في الدقيقة 68 لإحراز هدف رائع، لينتهي اللقاء بتقدم بيراميدز 1-0. ثاني اللقاءات بين المقاولون العرب والزمالك. ينتهي بالتعادل الإيجابي 1-1. يحرز هدف الزمالك يوسف أوباما، ويحرز هدف المقاولون العرب أحمد علاء. بلدية المحلة وسموحة. أحرز أحمد خالد أول أهداف المباراة في الدقيقة 43، وعزز سموحة المكسب بإحراز ضربة جزاء في الدقيقة 56 لينتهي اللقاء 2-0 لصالح سموحة. فيوتشر والداخلية. فاز فيوتشر على الداخلية 2-1. أحرز إلانك ينادي أول أهداف المباراة للداخلية في الدقيقة 43، ويحرز عمر كمال أول أهداف فيوتشر من تسديدة قوية في الدقيقة 65، ويحرز أيضا أحمد رفعت الهدف الثاني لفيوتشر في الدقيقة 73 من ضربة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز فيوتشر 2-1. إنبي وطلائع الجيش. انتهى اللقاء بالتعادل السلبي. إنبي وطلائع الجيش. انتهى اللقاء بالتعادل السلبي. الجونة وزد. فاز زد على الجونة بهدف دون مقابل. أحرز الهدف اللاعب محمد سمير بضربة جزاء في الدقيقة 83. المصري وفاركو. فاز المصري على فاركو بهدف دون مقابل. أحرز الهدف اللاعب ميدو جابر من تسديدة قوية. ومع اختتام الأسبوع الثاني مهرجان أهداف، الإسماعيلي يصالح جماهيره ويفوز على الاتحاد السكندري 4-1. يحرز ياو النور 4 أهداف سوبر هاتريك، أول سوبر هاتريك للدوري المصري في الأسبوع الثاني. ويحرز للاتحاد السكندري خالد صبحي هدف في الدقيقة 27. وبكده ينتهي حصاد الأسبوع الثاني، ويتم تأجيل مباراة النادي الأهلي ونادي سيراميكا لارتباط النادي الأهلي بالبطولة الأفريقية. وإلى حضراتكم نتائج القسم الثاني دوري المحترفين. الأسبوع الأول. السكة الحديد أولافينا التعادل سلبي بدون أهداف. حرس الحدود وأبو قير فوز الحرس 1 دون مقابل. النجوم ومكادي التعادل سلبي بدون أهداف. بتروجيت يفوز على أسوان 2-0. التعدين. بترول أسيوط يفوز على التعدين 3-1. دجلة يتغلب على مصر المقصة 2-1. طنطا يفوز على راية 1-0. الاتصالات يهزم ديكيرنس 3-1. جمهورية شبين وغزل المحلة. فوز غزل المحلة 1-0. بروكسي والقناة التعادل إيجابي 2-2. وبكده يبقى وصلنا لنهاية أسبوع دوري المحترفين الأول.